هذه بقايا عجلات مطاطية أحرقها مواطنون وسط الطريق هنا في مدينة سيدي خالد غرب ولاية بسكرة. سكان حي الزبوجة يحتجون على انقطاع الماء منذ مدة طويلة. اليوم هبطنا البلدية الصباح على 7 نتاع الصباح، فرمينا البلدية. المطلب تاعنا الوحيد بغض النظر عن المطالب الأخرى، الإنارة وتعبيد الطرقات، المطلب الوحيد الأساسي هو الماء. جانا رئيس البلدية وعدنا باللي قال الأزمة هذه راه نحها لكم، اليوم نطلق لكم الماء. قال أنا أطلقت الماء، ما كان والو. المحتجون عبروا عما اسموه تهميش حيهم دون باقي الأحياء، وأضافوا: هذا كان 3 أشهر قدر ما عندناش حنا العلب هذا كيما راه، ومن الميوهات هامله ترشن ليل ونهار. احنا راه قلت ما كانش متعوق مروا نتاع القدرو ذا لهيه ترشن به في كل بلاصه، واحد 50 نخله في دار، واحد شاتي يغسل وجهه ما كانش. يبدو أنه لا أمل في سلطات البلدية والدائرة، والحل برأيهم قد يأتي من طرف والي الولاية. في الغابات ثم يسقوا به الناس وماناش عارفين الطرق يسقوا بها، وهنا المواطن راها تعاني وراها تشكي ورانا في مشكل كبير. سيدنا الوالي التفت الى سيدي خالد، انتبه الى سيدي خالد وانتبه خاصه الى منطقه الزبوجه، راها تعاني. هذا الاحتجاج قد لا يكون الأول والأخير في بسكرة، فمعضلة نقص الماء تشهدها بلديات أخرى، بما في ذلك بلدية عاصمة الولاية في عز صيف حارق.